عاملين ايه حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مكرونه وايت صوص صحيه. ايه؟ مكرونه وايت صوص صحيه؟ ايوه، تعالوا النهارده نعمله مع بعض مكرونه وايت صوص صحيه لعشاق الاكل الهيلثي والعشاق الدايت. هجيب شرايح البانيه بتاعتي وهقطعها بالطول، وبعد كده هقطعها بالعرض. هتخلي شرايح البانيه بتاعتي كده هتبقى مربعات صغيره. وبعد كده هي طاسه هنزل فيها بزيت زيتون معلقتين 3 وهولع عليهم النار. اجيب حله فاضيه هحطها على النار، هنزل فيها بميه سخنه. هنزل على الميه السخنه بمعلقه ملح هيمالايا وبحبه زيت زيتون، هسيبهم ياخدوا غلوه. وهنا معايا بصلايه مقطعاها جوليان رفيع، انزل بيها على زيت الزيتون. هنزل بالبصلايه على الزيت الزيتون واديهم كده تقلبتين مع بعض. معايا بقى مكرونه اقلام شوفان اي نوع انتي عايزاه. هنزل بالمكرونه الاقلام دي على الميه السخنه بتاعتي، انزل بالمكرونه واديها تقلبتين، وبعد كده ارجع بالبصلايه بتاعتي تاني واكمل فيها برضو تقليب لحد ما البصلايه بتاعتي ما تدبل. وفي نفس الوقت انا مش ناسيه المكرونه ورايحه جايه بقلب فيها. بعد كده هنزل بقطع الفراخ بتاعتي واديها تقليبه وامكسها مع البصلايه، امكس الفراخ والبصل مع بعض، وانزل عليهم البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي ابسط من البساطه، ملح هيمالايا عشان الملح الهيمالايا ده هو الملح الصحي. وبعد كده بعد الملح هنزل بجوز الطيب، لو بتحبي تحطيها في الاكل حطيها، لو ما بتحبيش تحطيها في الاكل شيليها. وبعد كده هنزل بحبه فلفل اسود، يعني انا ما نزلتش باكتر من ملح فلفل اسود جوز الطيب. ما ننساش ان احنا بنعمل اكل صحي وعايزين طعمه حلو، فهنحاول ما نكترش في البهارات. وفي اي اكل عموما صحي او غير صحي كل ما قللتي من بهاراتك كل ما طعم الاكل كان حلو جدا. همكس بقى البهارات بتاعتي مع الفراخ مع البصلايه مع كل حاجه، سيبها تستوي وارجع للمكرونه اديها تقليبه سيبها هي كمان تستوي. هجيب بقى طبق عندي فاضي هنزل فيه ميكس الفراخ بالبصل، وارجع لنفس الطاسه تاني اللي انا كنت عامله فيها الفراخ، هنزل فيها بزيت زيتون، وهنزل ابدا بمعلقتين ونص دي شوفان عشان انا مش عايزه الصوص بتاعي يبقى تقيل قوي. فانا هحط على زيت الزيتون بتاعي معلقتين ونص دقيق شوفان واديهم تقليبه مع بعض. وبعد كده طبعا بما ان الاكله صحيه يفضل ان انت تنزلي بلبن خالي الدسم، بس انا ما كانش عندي لبن خالي الدسم فنزلت بلبن عادي خالص. انزلي باي نوع لبن انت بتحبيه، وتقدري كمان تستبدليها بلبن لوز. اي نوع لبن انت بتحبي تستخدميه تقدري تنزلي بيه في الوصفه دي، لان الوصفه دي مش محتاجه لبن دسم عشان دي اكله خفيفه وصحيه. مش شرط او مش لازم يبقى لبن جاموسي او لبن بقري او لبن كامل الدسم. اي لبن عندك بتحبي تستخدميه استخدميه. انا هنا نزلت بلبن عادي خالص وهديهم بقى تقليبه كده مع بعض. نجيب بقى الويسك بتاعي وابدا بقى اخلط بقى الخليط بتاعي. حسيت ان الخليط بتاعي خفيف شويه، نزلت عليهم بمعلقه واحده كمان دقيق شوفان، وهنزل على الخليط ده بفلفل اسود وبملح هيمالايا برضو معلقه صغيره ومعلقه صغيره. وبعد كده تقدري تكتفي بكده وتقدري تزودي زي جبنه موتزاريلا طبيعيه، تقدري تحطي جبنه موتزاريلا طبيعيه او جبنه موتزاريلا لايت. انا كان عندي هنا جبنه موتزاريلا طبيعيه حلوه جدا، نزلت بيها على الخليط بتاعي وبدات اقلب بقى الخليط كله مع بعض. بعد ما مكس كل الخليط ده كده مع بعضه والجبنه بتاعتي تدوب خالص مع الخليط. وعلى فكره لو حسيتي ان الخليط تقل منك وانتي شغاله تقدري تخففيه بميه او تقدري تخففيه بلبن. بعد ما خلاص مكسته كله مع بعضه هاخد بقى طبق الفراخ بتاعي وانزل بيه في الطاسه واديله تقليبه. وبعد كده انزل بالمكرونه الشوفان اللي اتسلقت وامكس بقى واقلب المكرونه مع الوايت صوص مع الفراخ مع كل حاجه. زي ما احنا شايفين كده الطاسه منظرها قمر، عايزه تاخديها كده من على النار وتقعدي تاكليها على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد على خير. متنسوش تدعوا لي من قلبكم بالخير، ومتنسوش اللايك والشير، ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناه. سلام.